القارئ المغربي هشام الهراز الذي كانت له مكانة متميزة في قلوب المغاربة بفضل تلاوته العطرة لكتاب الله، أراد مؤخرا أن يرتقي مرتقا آخر من خلال تصدره للفتوى في مسائل أراد فقط من خلالها أن يخالف أهل المشرق بداعي الانتصار والتعصب لكل ما يمثل الهوية المغربية. المغرب راه بلد العلم الحبيب، والله الذي لا اله غيره. العلم اللي كاين في المغرب ما كاينش شي دوله في المغرب الا ما كنتيش حافظ القران لا تسمى حتى طالبا في المغرب، فناهيك ان تسماه عالما. كانت واحد الزياره رسميه بين المغاربه والمشارقه دون ذكر دوله، قال لهم الوفد الرسمي المغربي: نحن لا نرضى ان يؤمنا امام يصلي من المصحف. الشرق ممكن يصلي من المصحف، حنا عندنا في المغرب ما كايناش، لان المغرب بلد العلم والعلماء، العلم الحقيقي. وحين تبرز إلى السطح الخلفية التي من خلالها سيخاطب القارئ المحترم متابعيه، فلن تستغرب حينها من الهجوم الذي سيشنه على كل ما هو مشرقي، سواء تعلق الأمر برموزه أو منهجه العلمي أو حتى علمائه، مع تقديرنا الكامل لكل الجهود التي يقوم بها علماؤنا الأفاضل من المغرب والمشرق. أعني بهذا الكلام كله أن حفظ القرآن يحتاج إذن إلى شيئين أساسيين: الشيء الأول الحافظة القوية، الشيء الثاني الفراغ. ومثال بسيط من طرفي أنا، وما استمررت على ذلك مع الأسف. فقد حملته العزة بالنفس أن يتتبع عيب عالم ربما ضعف حفظه للقرآن بعد أن بلغ من العمر عتيا، ليطعن في علمه وارتضى أن يكون أحد خصمائه يوم القيامة، واختار تتبع الشبهات لينتصر لمغرب على حساب مشرق. الراجح من أقوال العلماء أنه ليس فرضا، بل ليس حتى سنة. ندخلوا ما تجيبيش اختي الكريمه اللي بس المشارقه وترديها ديال امي وامك المغربيات. حنا عندنا هويه، الامهات ديالنا كانوا كيلبسوا الجلابه نعاس مخزانيه الكتف ديالها هنا بصاله واسعه، ماشي الايفازي. ما تقوليش الجلباب، الايفازي ما عندها علاقه كاع.